السلام عليكم، أهلا وسهلا، مرحبا بكم. وصفة جديدة اليوم، الكوردون بلو. وصفة غتعجبكم، خفيفة وصيفية وسهلة في التحضير. غادي نقدم لكم الكوردون بلو مع جوج ديال المرافقات، السلطة الروسية والرز بالفخوماج والازير. غادي نبداو بالمقادير. الكوردون بلو غتحتاجوا 250 غرام ديال دانت فومي البزار، 500 غرام ديال الفيلي ديال الدجاج ويكون مقطع رقيق بزاف، فخوماج ساندويتش، مليحه والبزار. هنا غنوريكم الطريقه كيفاش كنروليو هذاك الرولي ديال الكوردون بلو. كنفرشوا السلوفان كما كتشوفوا. غادي نديروا الدجاج، نحاولوا نفرشوا الدجاج بطريقه اللي ما يبقاش كاع حتى بلاصه خاويه. واخا كيكون هذا الفيلي رقيق كنزيدوا ندقوه شويه باش يجي رقيق بزاف. كما كتشوفوا كنحاولوا ما نخليوش كاع الفراغات. هاد الوصفه كتجي زوينه، كتعجب الوليدات الصغار. هنا كنكملوا، الا كانت شي بلاصه خاويه كنكملوها بدوك الطريفات الصغار الدجاج. صافي، هنا انا فرشت الدجاج، غادي نغطيه وندقو شويه. كما كتشوفوا غنغطيه بالسلوفان باش ما يتخسرش ليا ملي نبدا ندقو شي شويه بالرولون ولا هذيك المطرقه ديال اللحم. راه كاينه واحد المطرقه ديالو، ما عنديش انا، كنخدم غير بالرولون. المهم خصو يولي الفيلي يولي ضعيف، يولي رقيق. هنا غادي نكمل، غنحط لادان فيمي، ترشوا شي شويه د المليحه، ما تكتروش حيت لادان فيمي مالح والفرomاج مالح. غير شي شويه المليحه والبزار. اللي بغى يدير لي زيبيناغ مقطعين، اللي بغى معدنوس، كاين بزاف د الحوايج اللي كيتواتاو مع الكوردون بلو. كنحاول هنا نقادها مزيان باش تجي فينيه فاش نبغي نقطعها. هنا نزيد طبقات الفرomاج. كما كتشوفوا كندير وحده حدا وحده باش كنغطي الدجاج كامل.
غادي نكمل بنفس الطريقه. غادي نخلي انا داك ليسباس اللي لتحت ما غاديش نغطيه حتى هو بفرomاج باش يجيني في اللويه. صراحه هاد الكوردون بلو كيجي غزال، غير جربوه غيعجبكم وسهل. كناخذوه برا في المحلات غالي، تقدر توجدوه في الدار بثمن اللي مناسب وتكون كونتيتي كتر. في هنا كملنا الطبقات، غادي نلويوه. كنلويوه بالسلوفان بهذه الطريقه كما كتشوفوا، غير بشويه. صافي كنحاولوا نلويه بشويه باش ما يتخسروش لنا الطبقات. صافي وغادي نزيروه في هذا السلوفان نيت ونحطوه يشد راسو شويه في الكونجيلاتور كما كتشوفوا. السلوفان راه كيعاونكم باش تلويوه. صافي كنديروا هذا البودان كنجمعوه من الجناب بالسلوفان. غادي نعقدوه من الجنيبات باش يبقى مزير. كما كتشوفوا انا جمعته مزيان وغادي نحزمو من الجنيبات. خليوه في كونجيلاتور واحد 15 دقيقه حتى 30 دقيقه كيشد راسو مزيان، وعاد كنخرجوه باش نكملوه. شو انا كنديرو هكا باش كيزيد يتزير، كيجي داك البودان مجموع ماشي مرخي. هكا كنعقدوه. صافي هنا ها هو واجد، غندخلوه كما قلنا يشد راسو في الكونجيلاتور وغادي نوجدو باش نبانيوه. غادي نحتاجو الدقيق، البيض ولا شابلور. صافي كما كتشوفوا غادي نديروه في الدقيق هو الاول، من بعد لا شابلور، من بعد البيض، ومن بعد لا شابلور. صافي وغادي نقليوه على عافيه مهيله، حيت الا جهدنا عليه العافيه كيطيب غير من برا وكيبقى من الداخل الدجاج خضر. حنا بغيناه باش يطيب كامل. غادي نديرو عافيه مهيله وغنبقاو نقلبوه في ديك البودان حتى كيطيب كامل. كندوروها مزيان في لاشابلور كما كتشوفوا. صافي غنكونوا وجدنا الزيت، سخناها مزيان ومن بعد نقصنا العافيه. صافي هنا نبقى ندورها بشويه بشويه. صافي حتى كتحمر كامله كطيب مزيان.
كنحطوها على جنب وغنمشيو نوجدو دابا المرافقات ديالها. غنبداو بالروز بالفرomاج. غادي ناخدو الروز، غادي نسلقوه سليق عادي بالملحه والبزار. غادي ناخدو معاه شويه الزعتر، شي 2 وريقات ازير، 8 الفرماجات مربعين، 2 معالق كبار الزبده. غنبداو بالزبده هي الاولى نديروها في مقيله ندوبوها. غنديروا الفرomاج، اي فرomاج كان عندكم. غنديروا هذا الخليط يذوب في البوطه مع مليحه وبزار وديك العريشه د ازير صافي. وغنزيد عليه هذاك الروز نشحرو ونزيد شويه البزار والمليحه صافي. كيجي غزال هذا الروز وساهل. هانتوما غتشوفوا الطريقه بسرعه دغيا دغيا باش ما نطولش عليكم بزاف. هنا انا كندير الزعتر مليحه والبزار صافي. وغندير ديك العريشه د ازير، هذا ازير طري الا كان عندكم حتى اليابس مزيان صافي. كنديرها حتى كيولي هكا يغلى وغادي نزيد عليه الروز صافي. كتشحروه بهذه الطريقه كيجي غزال. جربوه غادي يعجبكم بزاف وساهل دغيا كيوجد. هنا طاب لينا الكوردون بلو شي شويه، خصو يبرد شي شويه ما يكونش سخون بزاف. غادي نقطعوه. كنحتاجو موس يكون ماضي ويكون من الاحسن المنشار باش نقطعوا الكوردون بلو. كيتقطع بهذه الطريقه كما كتشوفوا ها الشكل ديالو. كيجي غزال. شوف الفرomاج كيسيح منه كيجي زوين. صافي كنقطعوا هاد الحليبلات ديالنا كلهم على هاد الطريقه. كتقدموهم كيف ما بغيتوا. انا هنا قدمتهم مع الروز ومع هذيك السلطه الروسيه ومع خضيره الخيار ومطيشه نتوما يمكن تقدموه بالطريقه اللي كتعجبكم اللي بغيتوا. كما كتشوفوا انا هنايا قديته هكا. غادي ندير هنايا هاد لا سلطه ساهله فيها جلبانه، خيزو مقطع، طريفات رقاق والبطاطا صافي. وكنديروا مايونيز، كنديروا 2 البيضات، كاس الزيت، 3 الفرماجات مليحه والبزار، الخل، الحامض صافي. وكنطلعوه بطريقه العاديه المايونيز وكنزيدوا فيه كورنيشون مقطع رقيق صافي. وكنجمعوا به هاد لا سلطه. هنا الروز اللي درنا بالفرomاج صافي. وكتقدموا مع الصوص اللي بغيتو. انا هنا درت غير صوص مايونيز، وحده درت فيها الحار وحده خليتها عاديه. كيجي بلا زوين وكومبلي فيه كلشي. وبصحه والراحه. نتمنى تجربوه ان شاء الله غادي يعجبكم. بصحه والراحه. ها هو بعد ما ساليناه حنا صورناه فوق الازير. كيجي بلا غزال وصيفي خفيف غادي ينفعكم حتى في البانية الوليدات. نتمنى ان شاء الله تجربوه وصحتكم، والى اللقاء في فيديو جاي ان شاء الله. بسلامه.